للأسف قانون إيقاف الموبايلات اللي جاية من خارج مصر اللي هي بضمان دولي هيطبق بنسبة 90% 1 يناير 2025، يعني الأسبوع اللي جاي، على الموبايلات الجديدة والموبايلات المستعملة من خارج مصر. شايف الصورة دي حاليا منتشرة في جميع المطارات المصرية، وانت نازل بتقول لك انك ادخل على جمارك الموبايلات علشان تحل مشكلة شبكة التليفون بتاعك قبل الخروج من المطار. اسمع الفيديو للنهاية عشان في نهاية الفيديو في خبر حلو هيبسط معظم الناس وهيخليهم مطمئنين. طيب ايه الجديد في القرار؟ اسمع معايا. رقم 1، القرار هيطبق على الموبايلات المستعملة والجديدة خارج مصر. يعني لو انت بعد القرار نزلت بأي تليفون سواء جديد أو مستعمل، تدخل بيه المطار هنا وتبلغ إنه التليفون ده جاي من بره مصر وهتشتغل بيه هنا في مصر، تدفع الجمارك اللي عليه علشان هيشتغل شبكة. غير كده هيتفاعل عليك القرار والشبكة مش هتشتغل معاك. ولكن الناس اللي تليفونها اتفتح واتفعل قبل 1/1/2025 بره القرار، يعني تليفونك شغال زي الفل مفيش اي مشاكل معاك تماما. طيب القرار ده هيشتغل ازاي؟ اي واحد نزل بتليفونات من بره مصر وما فعلش التليفون بتاعه وما دفعش الجمارك في المطار، معاك 3 شهور صلاحيه. بعد ال3 شهور بتوعك دول اللي هم اجازتك او ايا كان الفتره اللي انت هتاخدها، بعد ال3 شهور تليفونك هيوقف شبكه الا لما تروح تدفع الجمارك عليه وتفعله عن طريق تطبيق تليفوني. حتى لو مش في المطار هتنزل تطبيق تليفوني عندك هنا وتفعل من خلاله التليفون بتاعك. طيب الجمارك دي اللي انا هدفعها تقريبا هتكون كام؟ لو تليفونك اغلى من 20-25 الف جنيه احتمال كبير هيطبق عليك قيمه الجمارك من 24.5% لحد 37% على حسب ما يحددها بتاع الجمارك. طيب لو انت شخص مش مصري ونازل تاخد اجازه في مصر، اكيد في استثناءات. هتنزل الاقامه بتاعتك او جوازك او كانك سائح، تعرف نفسك انك انت شخص مش مصري، الشبكه هتشتغل معاك لحد الفتره ما بعد ال3 شهور عادي جدا، لانه ده يعتبر استثناء. طيب هو ليه القرار ده اصلا اتعمل وايه الفايده منه؟ علشان في اجهزه جايه من بره مصر كتير تهريب وتجميع، مجمع تجميع، فالحكومه المصريه عايزه تعمل ايقاف لعمليات التهريب دي وتشتغل بنظام رسمي شويه. طيب ايه الخبر الحلو هنا اللي هيفرحك ويبسطك ويحسسك ان الموضوع ده كله ملوش لازمه بالنسبه لك؟ لو انت شخص نازل بتليفون لنفسك والتليفون بتاعك اقل من 15,000 جنيه، ما عليكش لا ضرايب ولا عليك جمارك وتليفونك هيشتغل عادي زي الفل. لو انت جايب تليفون معاك لحد صديقك او جايب تليفونين معاك سعرهم اقل من 15,000 جنيه للواحد، ما عليكش اي مشاكل وما عليكش ضرايب ولا جمارك. هيطبق القرار ده امتى؟ لو معاك اكتر من 3 موبايلات او التليفون بتاعك سعره اكتر من 15,000 جنيه مصري فما فوق، هيطبق عليك القرار. معظم الناس اللي جايه هنا بتجيب تليفونات في المتوسط اقل من 12 15 14، انت كده بره الموضوع. الخبر الثاني الحلو انه معاك 3 شهور لو انت نازل اجازه تستخدم فيهم التليفون كشبكه مكالمات. بعد ال3 شهور التليفون يقف معاك شبكه، هترجع تاني البلد اللي انت عامل فيها اقامه بره مصر هيشتغل معاك التليفون زي الفل. مهم جدا تعمل لايك وشير وفولو للفيديو ده علشان كل الناس تستفيد بالمعلومات الجديدة اللي نزلت على قرار إيقاف التليفونات الدولية. بحبكم في الله وتحياتي لكم، سلام عليكم.